اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده في قناه جوطيه البورصه. نتمنى جميع المشاهدين يكونوا بصحه جيده. مبروك عيدكم، والله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه، وان شاء الله بالربح في الماضي وفي البورصه الدار البيضاء. ترتاح شويه البورصه غدا، ما نعرفوا شنو تروح يدير. المهم ما عليناش. نحاولوا نبداو لاناليز. اليوم غنديروا واحد شويه لي زاناليز تكنيك سورتو على الماضي، فين غادي الماضي وبعد الاسهم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك باش تدعموا القناه، وما تنساوش بان هذا المحتوى كيبقى غير هو غير رأي شخصي وماشي صوتيه بالبيع والشراء، وماشي با ان كونساي فينونسي. دونك كنعبر على الرأي، نقدر نكون غلط، نقدر نكون صايب شي مرات، المهم كل مره وكيفاش كيكون الزهر. دونك بلا ما نطول عليكم نبداو الحلقه ديالنا. نمشيو دابور ندويو على المازي ديالنا، يعني المؤشر اللي كيمثل متوسط الاسهم في المغرب. كنا في اللايف اللي فات كنا دوينا على هذا المؤشر، وكنا لقينا هاد لي هاد لو سوبور هنا، هاد الدعم في هاد المستوى ديال 16300، وهاد لا ريزيستونس اللي عندنا في 17 في 18000 تقريبا. دونك تكلمنا على دو سيناريو بروبابل. اولا يكون عندي نزول هاد الدعم، ولا ثاني يقدر يكون عندي نمشيو للريزيستونس ونديرو كوريكسيون من بعد. دونك كيبقاو هادو هما السيناريوهات اللي كنتوقع. ممكن سيناريوهات اخرى ولكن ما كنظنش انها محتمل انها توقع، مثلا ان يمشي تجاوز لينا لا ريزيستونس فيتور ولا يكاسي لينا هاد الدعم، يعني يفوت 16000 لمده طويله، يعني نبقاو فيها في مده طويله، يعني كاسيها ونمشيو نكملوا في الطوندونس سبيسيال. ممكن ان تكون واحد النهار ننزلوا لهذا المستوى باش نعاودوا نستدركوه جيت 16000. علاش؟ اولا الصعود بزاف لان كاين مازال توترات، كاين مازال الثقه ما كايناش في المارشي، يعني ما كنتظرش انه يصعد دغيا. حيت لا تجاوزنا هاد لا ريزيستونس غنوليو في 18000 وتقريبا غنولي بحال ما كانش ما كايناش الحرب، يعني بحال ما وقع والو. صعيب. لا نزلنا عاوتاني كيبان ليا بان النيفو الاخر 14500 نقدروا نمشيو ليه، ولكن خاصها واحد الكاتاليست، يا تصعيد في الشرق الاوسط، يا مشاكل اقتصاديه، واحد النوع من ستاغناسيون. ممكن واحد النوع من التاثير على نتائج الاسهم الشركات في المغرب، يعني هذا الشيء اللي واقع في الشرق الاوسط ممكن انه ياثر على الاسهم اللي كاينه في النتائج ديالها. ممكن، ولكن لحد الان كنشوفوا النتائج اللي كاينه في بورصه الدار البيضاء نتائج ممتازه اللي خرجت مؤخرا. نذكروا منها كاش بلوس، كاينه لاباش، غتكون اس ام اي كما قلت في الفيديو السابق. تقدر تكون تقريبا بزاف عندهم نتائج مزيانه. هادشي اللي كيخلي السوق مازال تقدر توقف. واظن ان كاس افريقيا كما قلنا في اللايف اللي فات، كنا اكتشفنا الخبر في اللايف، وكنت توقعت بان الماضي كان غيطلع بنسبه كبيره في النهار اللي موراه، واظن حتى هو ساهم، يعني من ناحيه البسيكولوجي كنعرفوا ان الشعب المغربي شعب كروي، شعب ذواق، فهمتي. المهم وهذا الشيء كيتسمر يعني في كاع الطبقات، سواء في المستثمرين سواء في اللي ما كيستثمروش. دونك ممكن استنتاج ان كاين واحد النوع من التاثير واخا غير مباشر. ثاني حاجه يعني تثبيت سعر الفائده من طرف بنك المغرب. وتثبيت سعر الفائده رغم ان بعض المرات، يعني العام اللي فات كنا كنتكلموا بان تثبيت سعر الفائده كان بالعكس كيخلي المارشي ينزل، ولكن كانت الظرفيه مزيانه، كان الكونتكست زوين، وكان من المتوقع اننا نطلعوا في سعر الفائده، ننزلوا في سعر الفائده بالاحرى. للاسف داز ذاك الوقت، دابا ولينا في واحد الظرفيه اللي هي شويه فيها الشك. طبعا بنك المغرب بان ليه بان ما كاينش الامور لا تستدعي القلق، دونك ممكن نخليو السعر قار. وكيوضح ايضا واحد النظره عند بنك المغرب، لانه توقع بعض ما نقدرش نقول، ما نقدرش توقع كلشي اللي غيكون، ولكن كان عنده واحد الحيثيات اللي كان معتمد عليها باش انه ما ينزلش سعر الفائده في الوقيته اللي كانت الاقتصاد ديال المغرب ربما كلشي متفق، كاع المحللين متفقين بانه خصو يتنزل. دونك هادشي من ناحيه الماضي. دونك المؤشر كنلاحظوا اللور لو هنا على اللون تيرم. دونك كنبغي واحد لو روبون اللي يكون عاوتاني يعطيني هاد الكونفيرماسيون. والشونجمون طوندونس ها هو عندي هنا كما قلنا، هو يعني اننا نهرسوا هاد لا ريزيستونس، هاد المقاومه اللي عندنا في 18000 هنا غيعطينا ان سينيال دو شونجمون طوندونس. دونك كما قلت لكم في اغلب الاحيان غادي نمشيو نتيستيوها، غنديروا الغوبون، عاد من بعد ممكن اننا نتجاوزوا لا ريزيستونس في الدوزيام ايسي ولا التروازيام. اظن دوزيام تروازيام ممكن نتجاوزوه. بالنسبه للاغ اس اي، اغ اس اي عاود رجع لي لا زون، هاد لا تريونغل اللي كان عندنا في الاول، هاد لي تريونغل اللي كيصغار. دونك من لحد الان ما بقيناش في نقدروا نقولوا في لا زون ديال 30 لتحت ديال لا سورفونت، يعني ان الناس كيبيعوا بواحد الطريقه فيها شويه لا بانيك.
رجعنا دابا فين كتكون تحركات أقل حدة، هادشي مزيان. أمر آخر عندنا حتى هاد الشمعة الحمرا، لاحظوا معايا هنا، هاد الشمعة اللي عندنا حمرا هنا. ألوغ تم استرجاع لهاد الشمعة، يعني إلا شفنا الصعود اللي كان عندنا والإغلاق ديال الشمعة الخضراء ديال البارح، راه كانت تجاوزت ليا الشمعة الحمرا في الكلوتور، يعني في الإغلاق، وهذا شيء مزيان. والشمعة الحمرا اللي ديالها اليوم ما تجاوزتش لينا القاع ديال هاد الشمعة الخضراء، دونك كنلاحظوا بأن النزول ديالو ما تجاوزش ليا الصعود. هادشي كامل يعني إشارات مزيانة. الحاجة الوحيدة اللي ربما كانت ممكن تعطينا أكثر قناعات وأكثر ثقة في هذا التغير هي ربما الفوليوم اللي ما كانش. الفوليوم كان 200 مليون، ما كانش بزاف، دونك بور لانستون الصراحة ماشي إشارة قوية، حيت في غياب الحجم كيبقى مهم. صعيب أنني نستنتج بلا حجم. دونك ندوزو دابا لي زاكسيون. عندنا لي زاكسيون نبداو بالتجاري. الوغ التجاري من 2023، يعني الا تبعتوا معايا هنا من فبراير 2023 وهي في هاد لاشين اوبليك اللي رسمت هنا. دونك لاحظوا معايا كانت استمرت في هاد لو با د لاشين، من بعد دازت واحد الفتره اللي كانت فيها الصعود، كانت في النصف الاعلى ديال لاشين. دونك بور لانستون كنلاحظوا بان في السفلى يعني كتمثل واحد البلاصه زوينه للشراء من ناحيه لا توندونس، و المتوقع انها دير ليا بحال هاد الكاد فيغور، يعني انها تستمر صعود. يعني اذا استمر الماتشي بحال هكذا يعني بقى الشك، مازال ما رجعت الثقه في البورصه الدار البيضاء، باقيين كنشوفوا مره كيطلع مره كيهبط، ربما كاين واحد ستاغناسيون ماشي نزول. ممكن ان يستمر ليا السهم في يعني محاذيا لهاد لاشين باص كما دار هنا. شوفوا معايا هنا راه باين هنا كيبقى، ها نشوف راه تقريبا نفس الكاد فيغور. دونك عندنا نزول ديال لا موين موبيل اللي كان عندنا هنا، من بعد ملي عاودنا كنريكوبيراو كنسترجعوا ديك الموين موبيل تجاوزناها، ولكن بقينا حداها واحد المده طويله. دونك هادشي اللي كنتوقع في التجاري. اتصالات المغرب كنا دوينا عليها في اللايف اللي فات اللي عقلتو، وفي الفيديو ديال لاينس تكنيك. الصراحه بليزيور شوز اللي توقعنا في اتصالات مؤخرا. اولا كنا دوينا في الفيديو، غنحطها لكم في لافيش، يعني في هذا الفيديو غادي تكون اللين ديالها. الوغ ملي كانت في السون كنا قلنا بانها تكنيكمون كتوجه 90، كتمثل واحد فرصه الدخول، يعني انا فرصه دخول مزيانه. ممكن اننا نشوفوا هنا بان فعلا راه كاينه فرصه دخول في هذه القضيه ديال 91 92. علاش؟ غندوزو نكسبليكيو، كنا ديجا اكسبليكيتها في لو لايف ديال نهار الثلاث، ولكن نعاود نشير ليها دابا. دونك كان عندنا هاد لانيز تكنيك عطاتنا بان غتوجد 90، حنا تحقق لينا هاد لوبجيكتيف. ولكن شنو كنلاحظوا ملي كنرجعوا دابا الويكلي مثلا، ملي كنرجع الويكلي في اتصالات المغرب لاحظ واحد الطوندون سبيسيال اللي بدات عندي من جونفي 2017 وسالات في افريل 2025. يعني افريل 2025 سالات لا طوندونس اتجاه نزولي لون تيرم ديال اتصالات المغرب. علاش؟ اولا مشينا من هاد القمم بقينا نزلنا حتى الاول تايم لو اللي هو اقل قاع في التاريخ ديال اتصالات المغرب. وموراه اشنو وقع؟ موراه كسينا هاد لولو اللي كان عندنا هنا، يعني هاد لولو اللي كان عطانا لا طوندونس سبيسيال اللي كان متمركز في هاد لا بوزيسيون، كسينا في هاد الجوج مناسبات. دونك هادي بور لو شونجمون دو طوندونس تكونفيرمات لينا مع هاد لا كاسور. شنو اللي زاد كونفيرمي لينا عاوتاني هو هاد لا طوندونس اللي ولات عندنا هنا ديال قاع اسفل من قاع، قاع اسفل من قاع، هاي اعلى من هاي، وهاي اعلى من هاي. دونك هادي بالنسبه لثلاثه لي فاك، هاي الاولى، هاي الثانيه، هاي الثالثه. دونك من اسفل نفس الشيء، واحد جوج ثلاثه. دونك بور لانستون اتصالات المغرب الصراحه اليوم عطات واحد الاشارات زوينين، ما كانتش متوقعه انها تطلع 94، يعني كان من المتوقع انها تبقى في 92 واحد شويه. الوغ دارت ريكوبيراسيون ماشي كبيره، الفوليوم حتى هو ماشي كبير، ولكن كنشوفوا بان ما حدا محترمه لينا هذا الكات فيغور. هذا النموذج باش نقول لكم، هذا النموذج ديال ملي كتهرس واحد الاتجاه بحال هذا، يعني ملي كنكونوا واصلين وكنهرسوا واحد الاتجاه بهذه الطريقه، هذا النموذج سي تري كومان، يعني موجود بزاف. وفي الغالب ملي كنهرسوا مورا ما كنهرسوا ديك لا طوندونس كيكون عندنا كوريكسيون، هي اللي كتسمى، هي اللي كتشوفوا بارفوا راه كيكون فيها بزاف الدخول. دونك هاد الكات فيغور راه عندي في اتصالات المغرب مزيان. ممكن حتى في الديفيدوند دابا، يعني في لو ريسك ملي كتولي كتاخذ 4% 5% في الديفيدوند، يعني كتولي حتى اداره المخاطر ديالك مع اتصالات المغرب راه كتكون مزيانه. الوغ ار دي اس
RDS عندي هنا هاد القمة هنا وهاد القمة هنا دونك اللي كنتوقعها، دونك tout simplement أنا هاد القمة كنتسنى une correction في هاد لا زون ديال 128 130 باش ندخل في RDS. bien sûr لا ما تحققش ليا هاد الشيء وزادت نزلات ممكن أنني نقلب على لا فالور ديال 95 comme support long terme. bien sûr كنهضروا على فوندامونتالمون RDS كتبقى متميزة عندها واحد المخزون ديال العقار كبير، عندها مشاريع ممكن يتليفغاو ويبداو يتليفغاو هاد العام ولا العام الجاي. المهم ديما مع RDS ديما كنقولوا هاد العام ابخوندغ افيك يعني خذها take it with a grain of salt كما كيقولوا الامريكيين. دونك بين قوسين تقدر تليفغي هاد العام، لا ليفغات هاد العام ممكن انه يكون تحسن. دوك وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم المحتوى. حاولت ندير فيديو سريع قبل ما نمشي نشد انا الطريق باش تمشي عيد مع الدار ولا فامي ان شاء الله. نتمنى دوزوا عيد مبارك سعيد، وان شاء الله الى اللقاء في فرصه قادمه.